تخيل ان في مصر قصر ملكي صاحبه لا هو ملك ولا امير ولا ليه علاقة بالاسرة الحاكمة خالص خالص، وتسمى القصر باسمه والمنطقة كمان كلها باسمه اكراما ليه. كلنا عارفين قصر عابدين وكلنا عارفين منطقة عابدين في القاهرة. طب عمرك سألت نفسك مين هو عابدين اللي اتسمت المنطقة كلها باسمه وهو واحد من الأسرة الحاكمة أسرة محمد علي ولا لا؟ خالص، هو مش منهم. بس أنا هقول لك حكاية القصر والمنطقة ليه اتسمت باسمه. تعالى وأنا أقول لك. قصر عابدين اللي مشهور ومعروف ومنطقة موجود في منطقة عابدين اللي هي اتسمت باسمه، ده صاحبه الأساسي أو اللي هو بنى القصر الأول قبل ما تشوفه بالشكل النهائي دلوقتي، هو كان اسمه أمير اللواء عابدين بك الأرناؤوطي. أمير لواء عابدين بك الأرناؤوطي ده كان فارس في جيش محمد علي، وكان مشهود له كمان بالقوة والذكاء، فاستعان به محمد علي في ان هو يكون رئيس اركان حملة شنها محمد علي على مدينة دنقلة في السودان، وكان هدفه ان هو يأمن حدوده الجنوبية من خطر المماليك والانجليز. وفعلا يعني عابدين بك الأرناؤوطي نجح في الحملة دي، ومكافأة ليه كان هو أول حاكم على دنقلة. قعد هناك سنين، ما هو ده الطبيعي بقى، يعني اللي يفتح بلد يحكمه. فالراجل قعد سنين الحكم بتاعته، وأول ما رجع مصر اختار المكان ده وبنى قصر كان هو القصر القديم أو قصر عابدين الحقيقي اللي كان موجود في نفس المكان، ولكن ما كانش بنفس المساحة دي أو الهيكل ده أو التصميم ده. لما جه الخديوي إسماعيل وحب يعمل القاهرة على غراء الطراز الأوروبي، فاشترى القصر القديم من أرملة عابدين بك الأرناؤوطي وهده وبنى القصر اللي انتوا شايفينه ده، وهو تحفة فنية يعني بتتحدث عنها بجد. الأيام قعد سنين، أكتر من 10 سنين يتم بناؤه، وتكلف أكتر من 100,000 ذهبية، وشهد أحداث تاريخية مهمة جدا جدا أثرت في الحقبة الزمنية اللي هي عاش فيها الخديوي إسماعيل وفي مصر كلها، ومنها اللقاء التاريخي ما بين الزعيم أحمد عرابي والخديوي إسماعيل. كمان شهد افتتاح حفلة قناة السويس التاريخية والأسطورية، والزعيم جمال عبد الناصر ألقى فيه يعني منه أكثر من خطبة. وبكلمك على مكان لو رحتوا تحفة، هو مزار حاليا دلوقتي ومفتوح للناس، وكمان بتذاكر رمزية موجودة تدخل تنبهر من الجمال ومن التحف اللي موجودة ومن الأثريات اللي موجودة داخل هذا المكان. ويكفي ان هو شهد على يعني مناظرة قوية ما بين قلت الزعيم أحمد عرابي والخديوي إسماعيل في ردوده ومقولاته التاريخية اللي مسجلها التاريخ. شفتوا بقى؟ عابدين ما طلعش من الأسرة الحاكمة، ولكن أعماله خلدت اسمه. شوفكم في فيديو جديد على حصريات في حكاوي مصري. سلام.